السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. وحشتوني كتير كتير. الفيديو ده عاملاه بقالي كذا يوم ومش عارفة منتجه ولا عارفة اطلعه بسبب البرد اللي عندي، فسامحوني بقى. وادعولي كده ربنا يشفينا ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة عاملين فراخ مشوية بطريقة جميلة جدا، تحفة تحفة تحفة، حاجة كده سهلة جدا وسلسة، والفيديو مش هتحسوا بيه، مش بعيد بعد ما تخلصوا الفيديو تقوموا تعملوا الفراخ المشوية. مش هتاخد منكم اي وقت ولا اي مجهود. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا بعد طبعا ما غسلناها كويس ونقعناها كويس في ملح وليمون. هبتدي بقى ايه ان انا افتحها بالمقص كده من الظهر او من السلسلة، حابة تفتحيها بالسكينة زي ما انت عاوزة، بس المقص يعني بيسهل عملية الفتح بتاعتها وكده. هبتدي بقى بالسكينة ومن عند الصدر كده هفتح فتحة صغيرة بحيث الصدر معايا يتفرد كويس. وانا فتحها بقى كده لو في اي تجمعات دموية اي حاجة ب... يعني بتعمل زفرة في الفرخة طبعا بنشيلها. ابتديت بقى هنا شطفتها تحت الحنفية وظبطتها خالص، خليتها يعني بتفل كده و14 ومفيش لها اي ريحة زفارة ولا فيها اي تجمعات دموية ولا فيها مثلا اي عروق ملهاش لازمة. وهبتدي بقى ايه ان انا اشرح الصدر كده، اعمل فيه تشريحات بالعرض. ممكن لو مش حابة التشريحات يعني عشان ما تبوظيش شكلها من فوق، هي شكلها ما بصش ولا حاجة، بس الافضل يعني ايه انك لو عايزة تنغزيها بالسكينة كذا تنخيزة كده تمام. حابة تعمليها تشريحات زي ما انا عاملاها طولية وعرضية كده، طولية في الورك وعرضية في الصدر. دي بتسهل عملية التسوية وان الفرخة تشرب من التتبيلة كويس جدا. فيعني الفرخة بتبقى مطعمة كده واللحم بيبقى كله مطعم بالتتبيلة. وكمان النهاردة هعمل معاكم احلى تتبيلة للفراخ المشوية. مش هتحتاجي تشتري بهارات الشوي ولا اي حاجة، هتعملي البهارات الفراخ المشوية هتعمليها عندك في البيت من البهارات اللي بتستخدميها عادي، مش هتضطري تروحي تشتري بهارات مخصوص يعني للفراخ المشوية. وكمان مسافة ساعة ونص الفراخ بتاعتنا كانت طلعت من الفرن مشوية ومتظبطة ومتفلة و14. وهنا دلوقتي بقى انا خلاص بعد ما عملت التشريحات دي في الفرخة، ابتديت بقى هنشفها كويس، هسيبها يعني تنشف من السوائل والمية اللي حواليها دي على ما اعمل التتبيله. معايا هنا علبتين من الزبادي، نزلت عليهم بفنجان صغير خالص من الزيت زي ما انتم شايفين. ممكن بقى زيت زيتون او زيت ذرة زي ما انتم حابين، بس اللي يفضل يعني ان احنا نحط زيت تكون نوعيته كويسه. وكمان الصلصه، نزلت بمعلقه ونص كده من الصلصه. حابه انت تستبدلي الصلصه بالكاتشب مفيش فيها اي مشكله. وكمان هنزل بعصير ليمونتين. انا هنا ما حطيتش خل لان انا ما بفضلش الخل وولادي ما بيحبوش الخل في الاكل يعني. فممكن تضيفوا كمان فنجان صغير من الخل، هيدوب الانسجه بتاعه الفرخه وهيساعد ان هي تستوي بسرعه جدا يعني ما تاخدش وقت في الشوي. خلاص بعد ما عصرت الليمونتين هنزل بقى بفنجان من العسل، العسل الاسود متستغربوش خالص. من موضوع العسل دوت، العسل بسم الله ما شاء الله بيدي كده طعم خطير خطير للفراخ المشوية. وبيساعد كمان على تفتيت الأنسجة كده ان هي برضو تتفتت بسرعة وتستوي بسرعة يعني. هقلب الخلطة دي كويس جدا. ومعايا كمان بصلاية يعني بصلاية كبيرة كده فرمها فرم ناعم. ومعايا بقى شوية بهارات كده، معلش هي البهارات اوفر شوية، بس صدقوني بتفرق جدا جدا مع الفراخ المشوية. فلفل اسود وقرفة وسبع بهارات وبهارات فراخ وكركم وروزماري وتوم باودر وبابريكا وحبهان مطحون وملح. هتحطي بس كميات بسيطة جدا من البهارات، يعني هي بس يعني ايه، رشة رشة كده من كل نوع. هيفرق جدا في طعم الفراخ المشوية وفي التتبيلة. ضفت شوية كده على البصل وبقية البهارات ضفتها على الزبادي. وهبتدي بقى ادعك البصلايه كده عشان بس تتطعم بالبهارات وتطلع الميه بتاعتها والعصاره بتاعتها مع البهارات فتدينا ريحه حلوه قوي كده للفراخ. هبتدي بقى اقلبهم كويس على بعض، البصل على الخلطه والخلطه كلها بقى تتقلب مع بعضها كده وتتجانس مع بعضها خالص.
زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة. زي ما قلت لكم، اللي حابب يضيف خل يضيف براحته. الخل جميل جدا، بس للاسف انا ولادي ما بيحبوش طعمه في الاكل. تتبيلة بقت شكلها تحفة، حاجة كده جميلة جدا. ريحتها كانت قلب الدنيا بصراحة. انا هنا بقى كنت جايبة الطبق اللي ورا دوت بصراحة عشان احط فيه الفراخ، بس برضو حطيته وشلته وما استخدمتوش. قلت هعمل كل فرخة لوحدها وخلاص بالتتبيلة، بحيث تتشبع كده بالتتبيلة وتاخد غرضها يعني. هجيب بقى التتبيلة بتاعتنا بالمعلقة كده، وهبتدي ان انا ايه، انزل بيها على الفرخة. وهبتدي بقى بايديا، لازم اعمل لها مساج كويس جدا بايديا، وادخل التتبيلة دي بين التشريحات اللي انا عملتها. يا جماعة انا ما بحبش يعني استخدم الجلافز ولا اشتغل بيه ابدا. انا بحب ايديا كده تلمس الحاجة، وبحب اشتغل بايديا. فالناس بقى اللي بتقرف وتقول يع وكده، دي حاجة انا هعملها لولادي واحنا اللي بناكلها. فانا مش هروح بقى الدنيا غلا وكده وكل شوية اروح اشتري جلافز واشتغل بيه وكده، وانا اساسا ما بعرفش اشتغل بيهم يعني. انا ست بيت عادية جدا زي اي ست بيت، بشتغل بحب وبعمل الحاجة بحب لولادي، وغسلة ايديا ومنضفاها وما فيش فيها اي حاجة. احنا اساسا كل دقيقتين بنغسل ايدينا يعني، الحمد لله. خلاص كده انا ظبطت التتبيله من الظهر ومن الصدر، ويعني خليتها، يعني عملت مساج للفرخه، خليتها كده يعني ايه، متبله ومتطعمه، والتتبيله دخلت في كل حته في الفرخه. هركن بقى الفراخ متبله مش اقل من ساعتين. يفضل بقى لو تبات ليلة كاملة في التلاجة، ولو مستعجلة خالص ممكن نص ساعة. ما شاء الله يعني بتشرب التتبيلة على طول. التشريحات اللي احنا عملناها دي بتساعد ان الفرخة تتبل معايا بسرعة. هنا بقى زي ما انتم شايفين على شبكة البوتاجاز، انا حاطه صاج تحت، يعني بما انه قديم يعني عندي وملوش لازمه، مش بستخدمه يعني، مش بسوي فيه حاجه. فيفضل انك برضو لو هتحطي حاجه صينيه اي حاجه تكون قديمه يعني، ما تخافيش عليها. حطيت فيه ميه في الصاج، وتبلت الميه دي بلورة وقرفة وحبهان، عشان طبعا الريحة انا حاطه اساسا فيها ميه عشان تطلع ليا بخار على الفراخ، فتسويها لي ايه، تسوية صح. الفراخ قعدت معايا بالظبط ساعة ونص. شغلت عليها الفرن، بس ما شغلتش الشواية ولا المروحة. بسم الله ما شاء الله، يعني ما شغلتش المروحة الا اخر 10 دقايق بالظبط، بحيث ان هي ايه، تخلي الوش معايا ياخد لون وكده. الفراخ كانت دايبة ومستوية وعاملة زي الزبدة، بسم الله ما شاء الله. طعمها تحفة وريحتها كانت قلب الدنيا، حاجة كده وهم. اهم حاجة الخطوة اللي احنا عملناها، اللي هو الصينية تحت الفراخ المشوية، المية اللي حطيناها فيها وتبلناها، بتخلي بقى بتطلع البخار كده على الفرخة من فوق فتسويها، مع ضغط الحرارة بقى اللي بتبقى طالعة من الفرن نفسه، بتحمر لنا الفرخة كده وبتشويها شوية محترمة يعني. بسم الله ما شاء الله، اللحمة دايبة دوب وتحفة وطعمها رهيب، وجربوها بطريقتي ان شاء الله هتعجبكم، مش هتنسوا حلاوتها ابدا ابدا. يلا معلش تعبتكم معايا، ويا رب ما اكونش ازعجتكم بصوتي العيان البايظ دوت. وحشتوني كتير، واتمنى منكم دايما تدعموني وتقفوا جنبي. بحبكم في الله، والسلام عليكم.